ناس كتير جدا لما نزلت فيديو زراعة الحبهان قالوا ده كلام نت، ده مش موجود في مصر، الفيديوهات دي مش في مصر، ما ينفعش يتزرع عندنا. الكلام ده بيتقال على أي حاجة جديدة أو غريبة. علشان كده أنا قررت أعمل حاجة واقعية وتجربة فعلية، واللي ينفع هنقول ينفع، واللي ما ينفعش هنقول ما ينفعش. دول مجموعة شتلات حبهان جبتهم مخصوص أزرعهم عندي في البيت. دي شتلات تجربة وتصوير. التجربة دي هدفها بسيط: هل الحبهان يقدر يتأقلم في مناخنا؟ وهنحاول نظبط له ظروف والمناخ اللي محتاجه، وإيه الأخطاء اللي ممكن تضيع النبات. كل خطوة هتتسجل نجاح أو فشل، مش هنقول النبات مربح وخلاص. احنا هنشارك التجربة علشان اللي يفكر يزرع يبقى فاهم الحقيقة كاملة. ولو مهتم بزراعة الحبهان تابع السلسلة دي للنهاية. الحبهان أو الهيل من أغلى التوابل في العالم، وناس كتير جدا حاولت تزرعه وفشلت، فافتكروا إنه نبات صعب، لكن إن الحقيقة إن الحبهان مش صعب، هو بس بيتزرع غلط. الحبهان نبات استوائي، يعني بيحب الرطوبة والظل وبيكره الشمس المباشرة. أول غلطة بتبوظ زراعة الحبهان إن الناس بتحطه في شمس قوية، وده بيعمل حرق للأوراق ويموت النبات حتى لو الري مظبوط. التربة أهم عامل في نجاح الحبهان، لازم تكون تربة خفيفة وجيدة الصرف، وأفضل خلطة للتربة هي بتموس وكمبوست ورمل بنسبة 1:1:1. التربة التقيلة هي اللي ما بتخليش الحبهان يصرف كويس وبتعمل عفن للجذور، وده من أكتر أسباب فشل زراعة الحبهان. مكان الزراعة لازم يكون فيه إضاءة قوية، لكن من غير شمس مباشرة، يعني زي شمس البلكونة أو جنب شجرة أو في مكان ظل جزئي. وأي حرارة أعلى أو أقل بتبطئ نمو الحبهان. أما بالنسبة للري، الحبهان بيحب الرطوبة لكن بيكره الغرق. الري لما سطح التربة ينشف، والري يكون بلل بس ما يكونش ري غمر. الغرق بيعمل اصفرار للنبات ويموت الشتلات. ولازم نكون واضحين: الحبهان مش محصول سريع، النبات من 2 ل3 سنين علشان يبدأ يزهر ويثمر، لكنه نبات معمر وإنتاجه عالي وسعره مرتفع، والصبر بيكون مجزي. الخلاصة إن نجاح زراعة الحبهان بتعتمد على ال3 حاجات: تربة خفيفة، ظل، ري معتدل. لو ال3 دول اتظبطوا نسبة النجاح بتكون عالية جدا بإذن الله. لو استفدت من الكلام ده سبت عليه. ولو حابب تعرف أي معلومة عن زراعة الحبهان بعد الإنبات اكتب لي، وإن شاء الله أشرح لك بالتفصيل وأعمل سلسلة كاملة عن زراعة الحبهان.